بل نقول كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أخته صفية تبكيه لتركته تأكله السباع وتنهشه النسور فيبعثه الله يوم القيامة من بطون السباع ومن بطون النسور. لن نطالب بجثة أبانا إكراما وعزة ورفعة له أراد هذه الحياة ونحن اليوم بعد مماته. وأختم بمقولة قالها الوالد: أشهد الله أنه قالها، أشهد الله أنه قالها. قالت له الوالدة مسلية ودائما ما تنازعه: أنت تناضل من ساحة إلى ساحة ومن مكان إلى مكان والناس ما تدري بك. قال لها: يوم أن يندفن هذا الرأس ويسقط سترين وجوه وسيرى الأولاد وجوه وحضور وستعيبون. وسليت نفسي لما الجثة تأخرت قلت: أراد الله عز وجل له الرضا، لو تنقتل واستشهد وجبن انتهى الأمر، لكن تأخر الجثة أراد الله أن ينتشر صيته ويذاع خبره ويذكر اسمه بين الناس فيترحم عليه الجميع، وإن دل على شيء دل بإذن الله على صدقه وصدق من قتل معه. أتقدم أنا بالشكر لجميع رفاقه وزملائه والجيران والأصحاب والأحباب، وفي المقدمة أهله وإخوانه وأقاربه. أيها الناس إني داع فأمنه. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اعل منزلته، اللهم اعل منزلته وارفع درجته واجعل الفردوس الاعلى مثواه يا ارحم الراحمين. وارحم لمن سقط معه شهيدا من اخوانه ورفاقه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تقبله بالشهداء واجمعنا معه عندك يا ارحم الراحمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم انا نسالك ان تبدل بدل محبته في قلوبنا صبرا وثباتا على فراقه. اللهم ثبتنا وثبت احبابه يا ارحم الراحمين. واخيرا ليعلم الحوث وغيرهم ان جثة الشهيد ليست اول جثة ولا اخر جثة، وقد كلف بها الاخ حمدي وسمعت بها الناس ان جثة عمر سعيد هي جثة كغيرها من الجثث التي هي الى الان بعضها مرمية بالصحراء لم يتمكن من اخراجها. لذلك امرت بالصلاة صلاة الغائب عليه إكراما للشهداء كلهم التي ضاعت جثثهم، وأن جثة القائد اليوم لا تعلو كما لم تعلو عليهم في حياتهم وهو قائدا، لم تعلو ولن تعلو بإذن الله عليه بعد مماتهم. أشكر الجميع، رفع الله قدركم، كتب الله أجركم، غفر ذنبكم وستر عيبكم.